إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده جايلكم فيديو جديد وروتين جديد، اتمنى انه يعجبكم. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش دعميني بلايك واشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش، وفعلي جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بقدمه. اول حاجه كده دخلت على المطبخ، كان في بقى مواعين مغسوله ومتصفيه وكده، فقلت بقى ابتدي ارجع كل حاجه مكانها. دي اول حاجه انا بدات بيها، قلت عشان تبقى الرخامه يعني رايقه وما عليهاش اي حاجه. فهنا كده ببتدي اظبط الاطباق مع بعضها، اللي هو الطقم ده، لان طبعا كل حاجه كانت على بعضها، لان انا بشيلها من على الحوض يعني بعد ما استنفدت شلتها وحطيتها على الرخامه. وقلت بقى يعني انظمها بقى في المنظمات وكده بتاعتها. انتوا عارفين ان انا يعني بحط الاطباق في منظمات زي كده. المنظمات دي حلوه قوي قوي. انا عن نفسي لو بنزل رنين، بس انا ما بنزلش، وحتى لما بنزل بني سويف بنسى اروح بصراحه. بيبقى فيها المنظمات دي بتبقى اسعارها كويسه، لا مش من رنين دي اصلا، بس هي يعني هي بتبقى موجوده اكيد هناك، لان انا تقريبا شفتها هناك. دي انا جايباها من وانا بجهز اصلا يعني، كنت جايباها دي حتى تقريبا نوعيتها مش عارفه كانت اسمها ايه كده. نوعيتها يعني كويسه وبصراحه بتستحمل جدا. فلو نزلت راني هبقى اجيب منها يعني، لو لقيت يعني لو لقيت. دي برضو كنت جايبه، دي بقى كنت جايباها من رنين، انتوا شايفينها دي اللي بتحط فيها المكرونات. كنت بغسلها وكده، فهرجعها الضرفه عشان ابقى احط فيها حاجه. ودي كده الكوبايات اللي هي بتاعت اللي كان عليها شكل رمضان وكده، فقلت برضو اشيلها. وهبتدي بقى ارجع الطاسه دي مكانها، فبحاول على قد ما اقدر افضي الدنيا حواليا قبل ما اعمل اي حاجه، لان كنت هعمل اكل وكده. فقلت بقى ان افضي الرخامه. ده كده الهاند بلندر برضو ببتدي ارجعه مكانه. بس وبعد كده هنا بقى هبتدي اشيل الطبق ده والمفرمه اللي هي بتاعه التوم. النهارده بقى هغسل معاكم الفرن الكهرباء. هو مش متبهدل، بس كان واقع فيه حاجه وكان جاي عليها نمل وكده، مش عارفه اعمل ايه في النمل. الصيف يعتبر لسه بادئ، والنمل عندي حرفيا يعني مهما حطيت ما فيش فايدة. لو حد يعرف اي يعني حاجة بتوديه خالص، اللي هو ما يجيش خالص في الشقة، يا ريت يعني تكتبها لي، لان فعلا النمل مبهدلنا جدا. يعني يعتبر في كل الاماكن بيبقى موجود اصلا. وانا برش مبيد كده، بس مش عارفة تقريبا ممكن معرفش بقى ما بيعملش حاجة خالص دلوقتي. فقلت بقى خلاص انا، لان انا عندي حساسيه منه وبتعب اصلا من شكله، فقلت اغسل بقى البوتاجاز كله. واخدت الصينيه اللي بتكون سودا تحت دي اخدتها غسلتها وكنت سايباها تنشف. وهنا بقى زي ما انتم شايفين بدات انضف البوتاجاز، وفي وقتها بنشفه وباخد الفوطه برضو بغسلها وبنشفها خالص. وبعد كده برضو بمسح البوتاجاز الفرن مسحه كمان. زي ما انتم شايفين هو اصلا يعني مفيهوش حاجه، بس طبعا برضو قلت بقى اغسله كله يعني بالمره. ما غسلتوش ما غسلتوش يعني بقى لي فتره وكده، فقلت بالمره ان انا استغل يعني ان انا خلاص شلت الصينيه وكده، وقلت اغسلها بالمره، فقلت خلاص اغسله كله. هو بياخدش وقت خالص زي ما انتم شايفين. لو انت ايدك فيه على طول ما بياخدش وقت خالص منك. يعني على الاقل بحاول احافظ الحاجات دي، لان الحاجات دي فعلا سعرها بقى عالي جدا. ولو سبت الحاجه دي وما اهتمتش بنظافتها وكده، للاسف يعني لو اهملت فيها الحاجه بتهلك بسرعه. احنا مش عايزين كده، لان فعلا الاسعار اوفر قوي، فبنحافظ على حاجتنا على قد ما نقدر. فهنا بقى انا نشفت كده الفرن، وبعد كده رجعت بقى الصينيه. العلامه اللي فيها دي حاجه مش راضيه تطلع منها، انا مش عارفه ايه، بس مش راضيه تطلع منها. بس والرخامه بتاعتي بقى كده هبتدي اديها مسحه، يعني اديها كده مسحه تلمعها، ولو عليها اي حاجه تبقى برضو نظيفه.
زي ما انتوا شايفين كده. الحيطان شلت من عليها كل الورق ما عدا شفتوا الحتت دي، مش عارفه كل ما باجي يعني امسح او اعمل حاجه بحاول اشيلها حبه بحبه كده. بس الحمد لله السيراميك ما اتأذاش قوي. بس هو وحش جدا لان فعلا لزق الاستيكر لما بيتحاش وحش قوي، بيسيب اثر. فعايز بقى عزيمه كده عشان تقدري تعمليه. انا بقى نضفت الدنيا وظبطت زي ما انتوا شايفين كده الرخامه. كنت هعمل بقى اكل لماما، كانت محتاجه محشي. كان هيبقى على التسخين بس. فالمهم قلت بقى هنا هعمل ده كده صدر فراخ، قطعته كده زي ما انتوا شايفين مكعبات، وهعمل له تتبيله كده من عندي. حطيت صويا صوص، انا معرفش التتبيله دي اصلا موجوده ولا لا، بس انا قلت يعني مكانش عندي زبادي ولا اي حاجه خالص، فعملتها بالصويا صوص. حطيت صويا صوص. بصوا بجد الفراخ طعمها طلع خطير خطير خطير. جربوها تعجبكم جدا على ضمانتي يعني. يعني انا تاني يوم جوزي قال لي لو في فراخ اعملي لنا نفس الطريقه. فحطيت هنا بقى التوابل. حطيت الاول صويا صوص حبه كده حلوين، وحطيت فلفل اسود. وهنا حطيت تقريبا ده كمون او كزبره، عارفه يعني احنا هنحطهم كلهم اصلا. وحطيت 7 بهارات، او لو عندك بهارات فراخ اي يعني بهارات انت بتحبيها ممكن تحطيها عادي جدا. وحطيت كمان الاول كان كمون، ده كزبره ناشفه. يعني انا حطيت كل التوابل اللي عندي اصلا. فحطيت فلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه و7 بهارات وتوم باودر وبصل باودر. قلت بس عشان الفجر انا بسجل لكم الفجر شفتوا. المهم حطيت بصل باودر وتوم باودر من كل حاجه كده، معلقه ممسوحه او نص معلقه على حسب ما انت بتحبي التوابل في حاجه قد ايه. بس التوابل على العموم بتحليها وتخليها حلوه جدا. وحطيت حبه من الخل الابيض العادي. وهحط بقى معلقه كده ممسوحه من يعني انا كنت بجيبها اصلا البابريكا المدخنه، بتدي تدخينه في الاكل ولون خطيره خطيره خطيره، بتدي طعم حلو قوي. انا عن نفسي انا معرفش ازاي انا كنت ما بجيبهاش بصراحه. وما لقيتهاش، يعني انا عايشه في ارياف وكده فما لقيتهاش اصلا. فبجيبها جبتها من المدينه من بني سويف نفسها. اكيد طبعا ممكن تلاقوها عند اي عطار وكده، يعني مش اختراع ولا حاجه، بس طعمها تحفه جدا عن البابريكا العاديه، حلوه قوي قوي. بس وقلبت كل الكلام ده مع بعض وسبته في التلاجة. ده كده المحشي كنت هسخنه. وهنا بقى كنت هسوي الفراخ. حطيت لها كده حته زبده. وبعد كده هنزل بقى بالفراخ. شايفين لونها بجد خطيره. دي كانت عايزه تعمل جنبها رز بسمتي. يا ربي، عارفين الفراخ اللي هي طعمها في تسكيره كده، يعني مش عارفه ريحه الشوي وفي طعمها كده تسكيره حلوه تجنن. دي كانت محتاجه يعني كانت محتاجه رز بسمتي وشويه صوصات. وكنت عملت بيها حاجه انا باكلها نسيت اسمها نسيت اسمها خالص. المهم حطيتها كده مع المحشي. و زي ما شفتوا الفراخ حلوه جدا، جربوها. هنا بقى كنت هعمل كيك. هنا عندي 3 بيضات، وعندي كيس بيكنج باودر وكيسين فانيليا، ويجي كده كوبايه من عصير البرتقال وعلبه زبادي. وعندي الدقيق يكون طبعا دقيق متعدد الاستخدام او دقيق مخصص للكيكه. يعني هعمل كل ده في الخلاط. هعملها عارفين الكيكه اللي هي بتاع زمان، كيكه يعني مامتنا بتعملها لنا في البيت، هي نفس الطريقه بس انا مزوده الزبادي. طبعا مقلناش بنحط زبادي احنا، فالزبادي بيديها طعم حلو قوي قوي قوي. والبرتقان يعني ده برتقان طبيعي فريش فحلو جدا جدا. انا بقى حطيت البيض وحطيت البرتقان وحطيت علبة الزبادي وحطيت كمان الفانيليا وضربتهم كلهم مع بعض. وكنت ناسيه الزيت، حطيت نص كوبايه زيت او لا ربع كوبايه من الزيت. وحطيت كده انا كام حته زبده صغيره خالص تدي طعم للكيكه بس. المهم هنا بقى ابتدي انخل كده الدقيق. بتفرق جدا الخطوه دي في الكيكه، بتطلعها احسن. يعني انا مش عارفه انا حطيت دقيق قد ايه بصراحه، لان انتوا زي ما انتوا شايفين حطيت من الكيس نفسه على طول. بس على حسب ما الكيكه بتاخد معاكي، يعني دي ممكن يجوا كوبايتين مثلا او كوبايه ونص، مش عارفه بصراحه قد ايه بالظبط. وحطيت عليها كيس البيكنج باودر
وهقلب بقى كل ده مع بعض. بس انا معرفتش يعني اقلبه بالسباتولا، فجبت المضرب احسن يعني. كده مبتاخدش منك وقت خالص خالص خالص. فبصراحة حلوة قوي، وكمان مكوناتها مش كتيرة، وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا. فهنا بقى ابتدي اعمل كده بالمضرب لان معرفتش اعمل بالسباتولا بس. وهنا بقى جبت صينيه وبطنتها كده بحبه دقيق. ممكن انتي لو عندك ورق زبده، او لو انتي بتحطيها في ايه، في صينيه جرانيت او كده. بس انا بصراحه بحب الالومنيا قوي في المخبوزات، بتبقى حلوه جدا. ده كده الكيكه لما طلعت انا صورت بس بفلتر، ف كان لونها افتح من كده. طعمها حلو جدا، وزي ما انتم شايفين هشه وجميله قوي.